ليلة جديدة من ليالي الشهر الكريم، وأمسية جديدة ممتعة من أمسيات الدوري المصري، وجولة جديدة من جولات الكرسي المتحرك ولعبة الكراسي الموسيقية زي ما قلت لك قبل كده، مع 4 مباريات من مباريات الدوري اللي هنبتديها بمباراة الزمالك وزد. الزمالك اللي رغم الصعوبات ورغم كل اللي حاصل معاه بيتصدر جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي وفارق الأهداف عن بيراميدز. نادي الزمالك قدر يفوز على زد بهدفين مقابل هدف، بداية من الهدف العالمي لإخوان ألفين أبي زيرة في الدقيقة 22 بأسيست روعة من ناصر منسي، وفينش ولا أروع من خوان ألفين أبي زيرة. إيه الحلاوة دي والمتعة دي؟ أنا أهلاوي وقسما بالله استمتعت بالهدف. الشوط الأول بينتهي بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء، وصدقني لما أقول لك إن هدف بزيرة من أمتع أهداف الدوري المصري. أما في الشوط التاني ده بقى اللي فيه الكلام كله. في الدقيقة 74 محمود صابر بيعمل اسيست لرأفت خليل من نادي زد، وبيقدر يجيب بيه هدف التعادل عشان تصبح النتيجة 1-1. أما في الدقيقة 82 شيكوبانزا بيعمل اسيست لأحمد ربيع بيجيب بيه هدف الفوز. أنا ليه بقول لك الشوط التاني اللي فيه الكلام كله؟ لأن عبد الله السعيد لما تم استبداله عمل مشكلة. شيكوبانزا ساب المباراة وراح يخش الحمام. والله زي ما بقول لك كده، عجائب وغرائب وحاجات ما بتشوفهاش الا في نادي الزمالك وفي الدوري المصري عموما. نادي الزمالك كان ليه هدف وتم الغائه بداعي التسلل، وانا شايف القرار صحيح. نادي زد كان ليه ضربة جزاء وما اتحسبتش، وركلة الجزاء دي عليها كلام كتير قوي وجدل واسع من امبارح، لان تحليل الكرة دي قال ان الكرة خبطت في راسه وردت لايده وعشان كده ما اتحسبتش ضربة جزاء. لكن انا واحد من الناس شايف ان الكرة اصلا ما لمستش دماغه ونزلت سقط على ايده وغيرت اتجاهها. من وجهة نظرك هل فعلا قرار الحكم كان صحيح لما ما حسبش ضربة الجزاء دي ولا لا؟ نطير على مباراة بيراميدز مع غزل المحلة. حامد حمدان اللي ابتدى ياخد وضعه مع بيراميدز وبقى بيصنع اهداف وبيسجل اهداف، بيعمل اسيست لناصر ماهر اللي ابتدى برضه يشتغل مع بيراميدز، وكل مشاركة ليه يا بيصنع هدف يا بيسجل هدف. بيصنع منها الهدف الاول لنادي بيراميدز في الدقيقة 29. ويليامز قدر يحقق هدف التعادل لنادي غزل المحلة. اما في الدقيقة 44 مهند لاشين بيعمل اسيست لمصطفى فتحي بيجيب منه هدف التقدم لبيراميدز، وبينتهي الشوط الاول بتقدم بيراميدز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف. وهنا عندي ملحوظة، هل في حد هيقول ابناء الزمالك هم اللي شايلين بيراميدز، ولا الجملة دي بتتقال للاهلي وبس؟ في الدقيقة الأولى من البلاس 90 فيستون مايلي بيعمل هدف بيقتل بيه المباراة عشان تنتهي المباراة بتقدم بيراميدز ب3 أهداف مقابل هدف واحد على غزل المحلة. كمان كان في مباراة لسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكلا الفريقين. لكن العجيب في المباراة دي تصريح الحكم اللي بعد المباراة، اللي اتقال وطلع كلام كتير امبارح ان المباراة هتتعاد بسبب التصريح ده، لكن لحد دلوقتي مفيش أي تصريح رسمي. كمان كان في مباراة بين حرس الحدود وإنبي وانتهت بفوز حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء. وبكده أصبح ترتيب جدول الدوري نادي الزمالك على قمة جدول الدوري برصيد 37 نقطة، ويليه نادي بيراميدز برضه ب 37 نقطة، لكن الزمالك بيتفوق عليه بالأهداف. أما النادي الأهلي ففي المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ويليه نادي بيراميدز برضه برصيد 36 نقطة. النهارده عندنا 3 مباريات مهمين، بتروجيت مع الاتحاد السكندري، والمصري مع مودرن سبورت، والبنك الاهلي مع فاركو. كل المباريات دي بتوقيت مصر الدنيا الساعه 9:30. بكده بقى انا قلت لك كل احداث وتفاصيل مباريات الدوري المصري. لو وصلت لحد هنا قدر مجهودنا بلايك او تعليق على الفيديو، واعمل مشاركه او امكن. ولو انت من متابعين الكره المصريه ما تنساش تعمل متابعه. السلام عليكم.